والدتها توفت من سنه ونص، اكتشفت انها كانت موجوده اول امبارح والدتها دي وقبضت 157 جنيه. طبعا انا بهزر، لا كانت موجوده ولا بتاع، بس هي اكتشفت انه البي بيزور، فاكتشفت ان والدتها متسجل في الورق انها كانت بتيجي بقالها 13 شهر من ساعه ما ماتت وبتقبض كل شهر 157 جنيه وبتمشي. فقالت لهم يا جماعه انا والدتي متوفيه، قالت شهاده الوفاه. ازاي مش ازاي، عملوا تحقيق فجابوا البي، اكتشفوا ان هو شافت ال 157 جنيه بتاعت الاف البشر. لحقوه بقى بعد ما كان شافت كام في بطنه؟ 170 ألف جنيه في كام شهر. لحد كده خلصت البجاحة؟ ابدا. ده كده احنا بس في سرقة، احنا كده وكده سرقة. البجاحة فين بقى؟ جابوه في التحقيق قالوا له يا ابني ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انت منيل الدنيا ومزروط الزروطه وبتاع، ده انت ماضي مدى المتوفيين وماضي مدى الاحياء وماضي مدى المسافرين ومزور ورق ومزور بطاقات ATM ومزور توقيعات. ايه ده؟ انت بتاخد فلوس دي بأمارة ايه؟ مستحلها ازاي؟ قام رد عليهم قال لهم ايه؟ قال له يا باشا الناس دي مستغنيه، 157 جنيه دول فلوس هايفه بالنسبه لهم فمستغنيه. فالفلوس دي ليها طريقين، يا اما هترجع تاني للحكومه والحكومه مش ناقصه فلوس، يا اما خدها انا وانا احوج. هو الحقيقه انت مش احوج. العيد داخل، العيد فرحه. الحقيقه بجد انت مش احوج، انت منك لله يا ابني. فلوس الارامل والعواجائز والشيخوخه وفلوس البلد، ما هو لو ما استلموهمش المفروض يرجعوا للحكومه اللي هي تبقى فلوسنا. فهو الراجل بقى قال لك انا وكيل، انا وكيل عنكم، بس وكيل مش معنى وكيل، وكيل بمعنى واكل. على فكره الباشمهندس ده في منه كتير، بس هي الصدفه البحته. عارفين المصيبه فين؟ المصيبه ان هو ما كانش مكتشف لحد ما الست راحت امبارح، اللي هي البنت راحت امبارح ولا اول امبارح عشان تقول لهم انا امي متوفيه يا جماعه، فاكتشفت ان امها عايشه وهي ما تعرفش، بس عايشه على ورق البيت، على ورق الحكومه. فالصدفه البحته هي اللي كشفته. يعني الست اللي ما كانتش راحت امبارح كان البي فضل يكمل، والبي ده فيه غيره كتير في مكاتب بريد تانية وفي هيئات تانية وفي مصالح تانية، عشان ما فيش حد بيراقب حد وما فيش حد بيراجع على حد، وكله سيد قراره في يغمته. طالما انت هتسيبني اسرق في الحته دي وما تبصش عليا، انا هسيبك تسرق في الحته دي وما ابصش عليك. يا عزيزي كلنا لصوص، بس كل واحد في مكانه وكل واحد بطريقته وكل واحد بمدرسته. طيب نعم حاضر. ناخد دي ولا دي؟ ناخد دي ولا دي؟ ناخد دي ولا دي؟ تاخدوا صافيناز ولا تاخدوا سما المصري؟ تاخدوا صافيناز ولا ممكن تسكت شويه يا عمرو لو سمحت؟ ده لو جايب انا زنانه بالكهرباء مش هتعمل كده. تاخدوا صافيناز ولا سما المصري؟ لا تحبوا تبداوا ايه؟ اصل برضه دي ايه، البلد يوكل وفي ناس يحبوا الاجنبي، يعني في حاجات. تمام. المصيبه ان انا وانا بتكلم عن صافيناز دلوقتي وانا بتكلم عن سما المصري، المصيبه ان العنوان هو انتخابات البرلمان. يعني المفروض لما اسمعكم واقول لكم اسمعوني بقول لكم اتكلم عن سما المصري ولا اتكلم عن صافيناز بتاع، تعرفوا ان انا بعزمكم على ان احنا نروح شارع الهرم النهارده او كازينو الليل. ده العاقل يعني اللي بيقول كده، صافيناز وسما المصري، يبقى تامر النهارده عازمنا على كازينو الليل او كازينو الهمبره. لكن لما اتكلم عن سما المصري وصافيناز والعنوان انتخابات مجلس الشعب، تعرفوا ان البلد دي داخله في سور. الاخت سما المصري قالت في تصريحات طلعت امبارح مع، انا مش عارف برضو الاعلاميين والمذيعين اللي بيتهافتوا على استضافه سما المصري دي كانها يعني منزله من السماء، كانهم لقوا اللقيه. هو يا جماعه عايزين مشاهده وخلاص، عايزين اثاره وخلاص، مالي بقى كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. المهم كانت حد مستضيفها امبارح، وانا مش عايز اقول حد عشان ما يبانش ان كلامي ده عليه، لان هم الحقيقه كلهم استضافوها على مدار الايام اللي فاتت. طلعت قالت ايه بقى سما المصري؟ قالت انا عايز اخش البرلمان. سما المصري اترشحت خلاص، مش بتفكر، اترشحت وقدمت